مساء الخير. رسالة بكل أدب واحترام ومودة وحب بوجهها للسادة السكان عمارة 15. لو خيروني ما بين كرامة الحاجة أمي أو المصلحة العامة للعمارة، هختار كرامة الحاجة أمي أولا وأخيرا، عشان اللي حصل معاها غير مقبول جدا من السيد مأمور الاتحاد الغير شرعي، وانا مش معترف بيه اساسا وبطالب باقالته، عشان اهان الحاجه على الواتس قدام حضراتكم جميعا، ومفيش حد من حضراتكم قال له عيب. دي ست كبيره ودي اقدم واحده في العماره واقدم واحده على مستوى المدينه، ما ينفعش تتكلم معاها بالاسلوب ده. للاسف كلكم سكتوا وما اتكلمتوش. سكتوا ليه وما اتكلمتوش ليه؟ انا هقول لكم ليه. عشان دي مش امكم. لو دي امكم ما كانش حد قبل الإهانة عليها. عشان دي أمي، الحمد لله هي مخلفة 5 جوامع، 5 أسود قادرين على الدفاع عنها وقادرين على حماية كرامتها. والحمد لله ما فيش حد يقدر يهين الحاجة وأنا موجود. اللي أهان الحاجة أنا رديت عليه كويس جدا. بس لو أنا اتعاونت مع مأمور الاتحاد الحالي ده او مع لجنة العمارة دلوقتي، اتعاونت معاهم، ده معناه انا بهين كرامة الحاجة. عمري ما تعاون مع مأمور الاتحاد الحالي او لجنة العمارة الحالية دون ما فيش حد اعتذر او قدم اعتذار للحاجة. الحاجة كرامتها اكبر من اي حاجة، اكبر من اي حد، اكبر من العمارة نفسها، اكبر من المدينة نفسها، اكبر من اي حد. كرامة الحاجة عندي اولا واخيرا. واللي حصل مع الحاجة ممكن يحصل معاكم. الحاجة مش مستنية ان حد يدافع عن كرامتها، لا، هي الحمد لله ليها اسود تدافع عن كرامتها. وانا لو بعون الله لو اقدر ادفع رسوم الصيانه هدفعها للجهات الحكوميه ولا هدفعها للعماره، ومش دافعها للعماره عشان كرامه الحاجه. الشرط الاساسي يتم تقديم اعتذار للحاجه، وهتعاون معاكم في كل حاجه. وتاريخنا مشهود من اول ما سكننا في المدينه في الثمانينيات لغايه دلوقتي، وعمرنا ما اتاخرنا في الالتزامات الماديه ولا عشنا على حساب حد. احنا كنا بندفع وناس كتيره كانت مش بتدفع بدون سبب، والله اعلم. انا سبب عدم دفعي في الشهور دي ان مأمور الاتحاد الحالي اهان الحاجه وموجوده على الواتساب. واللي يهين الحاجه عمري ما اتعاون معاه. كرامه الحاجه اولا واخيرا. انا عارف الفيديو ده في ناس هتسمعه وهتوصله، وانا احب ان صوتي يبقى موجود عند الجميع. كرامة الحاجة خط احمر اولا واخيرا. واللي حصل مع الحاجة هيحصل معاكم، عشان الجروب ده جروب عام، مش جروب خاص. مش من حق اي واحد يعمل جروب ويطلع الناس حتى لو اختلفوا معاهم. ما يطلعش حد. انا ممكن صاحب الجروب ده او اللي عامله ده يختلف مع نفسه ويطلع نفسه منه، لكن ده اسمه جروب عام ما ينفعش حد يطلع منه. وانا مش هدفع اي التزامات ماديه لغايه ما يتم اعتذار للحاجه او يتم اقاله مأمور الاتحاد ده. كرامه الحاجه اولا واخيرا فوق رؤوس الجميع. وانا ان شاء الله هدفع الالتزامات الماديه، والله هدفعها في الجهات الحكوميه ولا هدفعها عندكم، عشان دي كرامتها من كرامتي انا. شكرا، مع السلامه.